هلأ وهون بُصّي طرفته البردقان، أول بالمعلقة ما نعمل كيكة البردقان بالغلط. رح أعمل لكم كيكة بردقان مع بس صوص هلأ بس بيتقدّم نحط معاها متل ما أنتم شايفين رح تطلع غير شكل، روعة، من أروع ما يكون، وبتقدروا تعملوها بأي قالب أنتم بتحبوه أو موجود عندكم. كيكتنا رح تكون كيكة مميزة فيها نكهة البردقان واضحة. اللي بيحضرني لأول مرة أنا هنادي وهي قناتي سفرة هنادي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. برحب فيكم جميعا، ومباشرة رح نبدأ بطريقة العمل والمقادير. شاركوا الفيديو حتى يكون مرجع لكم إذا حبيتوا تساووا هاي الكيكة، كيكة رهيبة كتير طيبة كتير. يلا مباشرة نفوت على المطبخ ونساويها، ورح نبدأ بالمقادير الجافة. هلا هون بدنا نبدأ بالمواد الجافة. هون عندي كاستين ونص طحين، شلت منهم معلقتين وحطيت بدالهم معلقتين نشا. كاستين ونص طحين، شلت منهم معلقتين وحطيت بدالهم معلقتين نشا، والنشا بيخلي قاتته هش، فمشان هيك ضفت هدول المعلقتين. هلا بدي اضيف معلقة من البيكنج باودر صغيرة، بدي اخلطهم مع بعض. شايفين مبين انه ضايفة نشا، هذا الطحين وهذا النشا ابيض لونه. تضيف شوية ملح، وهيك المواد الجافة صارت عندي جاهزة. هون عندي معلقتين من الزبدة، بدي دوبهم بالميكروويف، شوف قديش حجمهم، وبعدين بضيف فوقهم الزيت لحتى يكملوا كاسة كاملة من الدهون. هلا بدي بلش أعمل بخليط الكيك. هون حطيت 4 عدد بيض، بدي أخفقهم حوالي دقيقتين لحتى يعطوا رغوة، وبعدين بدي أضيف عليهم المادة الدهنية. هون بدي أضيف الزبدة أول شي. شايفين هاي الزبدة بعد ما سيحتها، هلأ بدي أضيفها على البيض. ضيف كامل كمية الزبدة، بنزل كله. أنا ما سيحتها كتير، بس سيحتها إنه تدوب شوي. وهلأ بخلطهم مع بعض مزبوط حتى يتجانسوا حوالي دقيقة دقيقتين، مو أكتر من هيك. ضيف معلقة صغيرة من الفانيليا، والسكر أول بأول. كمية السكر من كاسة وربع لكاسة ونص، ومثل ما قلت لكم ضيفوا على دفعات، كل شوي بضيف دفعة حتى يدوب السكر تماما. بوقف الخفق وبضيف بقية المكونات. مثل ما شفتوا ضفت السكر أول بأول، واستمريت بالخفق حتى يدوب السكر تماما. بعد هيك بضيف كمية الدهون الباقية. هنيك كان ربع كاسة من الدهون، هون كملت 3/4 كاسة من الزيت، فهيك كانت كمية الدهون كاسة واحدة كاملة. وبضيف بعدها كاسة عصير برتقال. أنا هون البرتقال عندي حامض كتير، فمشان هيك زدت كاسة ونص من السكر حتى عادل الحلاوة. وضفت معلقة خل، وبلشت ضيف بالمكونات الجافة اللي حضرناها، وكمان بضيفها على دفعات، على 3 دفعات. كل ما تختفي دفعة من الطحين برجع بضيف التانية هيك لحتى أخلص كامل الكمية. وبعد ما أخلص كامل الكمية ما بخفق كتير، مجرد إنه اختفت المكونات الجافة بوقف خفق. بس في إضافة ما ضفتها أنا، هي لازم تنضاف وتندعك مع السكر، اللي هي برش البرتقال، بيعطي طعم غير شكل. بس إذا ضفتوه مع ودعكتوا فيه السكر مزبوط، بيطلع طعمته ونكهته واضحة أكتر وطيبة أكتر. خفقت مثل ما أنتم شايفين المكونات كلها، وهلأ صار الخليط جاهز لإني أحطه بقالب الكيك. وهون بدي أحكي لكم شغلة أساسية بعمل أي كيك، لازم تشغلوا الفرن من بداية ما تشتغلوا بالكيك. يعني أول شغلة اشتغلتها لما بدي أحضر الكيك، بشغل الفرن على درجة حرارة 180، ما برفعها لل200 أو 210، وبعدين بخفضها، لأ بخليها على درجة حرارة 180. بياخد معي تحضير الكيك حوالي 10 دقايق، فهي الفترة كافية إنه تسخن الفرن مزبوط. وكمان بنفس الوقت بكون محضرة قالب الكيك. مثل ما أنتم شايفين أنا جايب قالب إنجليش كيك، بإمكانكم تجيبوا أي قالب مدور أو أي قالب. طبعا أنا عملتها قبل بمرة بقالب مدور ومفرغة من النص، طلعت من أروع ما يكون. بس التوبنج اللي عملته بالمرة الماضية بالفيديو الماضي كان غير التوبنج اللي بدي أحضره هلأ.
متل ما أنتم شايفين حطيت كامل الخليط بالقالب، وباحاول إنه اشتغل بسرعة، لإنه القالب الكيك مباشرةً بعد الخلط بده يتدخّل على الفرن حتى ما تفقد المواد الرافعة فعاليتها، فلازم نشتغل بسرعة وندخله على الفرن بسرعة. راح أحطه على الرف الأوسط على درجة حرارة 180 170 حسب فرنكن. هون طلعت القالب الكيك بعد 42 دقيقة، أخد معي 42 دقيقة، اختبرته وطلع بعود شيش طبعًا، وطلع نضيف تمامًا، فهذا يعني إنه قالب الجاتو تمام وما بده شي. هلأ بريحه شوي وبعدين باقلبه على شبكة، ويُفضّل إنه يتريّح حوالي 5 6 دقايق. متل ما أنتم شايفين أنا جِبت شبكة، بس الشبكة اللي عندي صغيرة كتير، ف بانصحكم تجيبوا شبكة على قد القالب، بس ضروري تحطّوا عليه على شبكة حتى يتهوى من كل الجهات، وبس يبرد أو يدفى شوي بدّي أحط عليه التوبينج. ريحة البرتقال طالعة كتير شهية وكتير طيبة، ريحته عن جد شهية كتير كتير وروعة. وراح نحضّر توبينج سهل كتير. بنجيب كاسة من السكر البودرة متل ما أنتم شايفين، أنا هذا السكر اللي عاملته طاحنته بالمطحنة عندي، وإذا ما عندكن بالبيت ممكن تجيبوا مطحون جاهز، بس سهل طحنه كتير. وراح أضيف عليهم بشكل تدريجي عصير ليموناية متوسطة الحجم ونص بردقاناية، حتى ما يطلع معاي التوبينج كتير حلو، فحطيت عصير الليمون. وبلش ضيفه أول بأول متل ما أنتم شايفين، وبحرك الكامل المكونات حتى أوصل للقوام اللي بدي إياه، لأنه السكر البودرة بدوب بقلب السائل ودغري بيطرى، فحطه أول بأول معلقة بمعلقة متل ما أنتم شايفين. أنا بحرك كامل المكونات، إذا حسيت إنه بده كمان برجع بضيف هيك لحتى وصل لقوام كريمي. شايفين هذا القوام اللي بدي أوصل له بالتوبينج. بعدين باحطه فوق القالب متل ما شفتوا، وبغلف القالب تمامًا. لا الأشياء اللي بتنزل على الأطراف كمان رجعوا حطوها فوق بتطلع غير شكل. بس بصراحة أنا حضّرته وكان عندي مشوار ضروري فطلعت من البيت، خلّيته بالهوا قسي الtopping اللي عليه، بس طلعت النتيجة أنا صوّرت لكم هاي القطعة تاني يوم. متل ما قُلت لكم عملته بالليل، وإجانا مشوار فُجائي متل ما بيقولوا، فطلعت من البيت وهي صوّرت لكم إياه تاني يوم. خيالي، خيالي، كتير طعمته طيبة، كتير نكهة البردقان مركّزة فيه. طبعًا متل ما أنتم شايفين الثقوب فيه كتير قليلة وناعمة. باتمنى إنه الوصفة نالت رضاكم وإعجابكم. إذا عجبكم الفيديو شاركوا واشتركوا بقناتي على اليوتيوب وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد، ويعطيكم ألف عافية وصحتين وهنا.